يا مساء الفل. فوز جديد لنادي الزمالك على زد اف سي وعلى شيكو بنزا. مباراة صعبة جدا، كان واضح جدا ان هي هتكون مباراة صعبة من قبل ما المباراة تبدأ، حتى لان فريق زد فريق محترم. الزمالك في ضغط مباريات متتالي. بدأ ان الزمالك يبقى عليه ضغط المنافسة اللي ما كانش موجود وما كانش الناس شايفاه، ولكن بقى موجود. واللي احنا شايفينه ان اللعيبة والجهاز الفني لغاية دلوقتي قادرين يمسكوا نفسهم قصاد الضغوطات اللي عليهم دي. جدول الدوري قلب كراسي موسيقية، منظر ما شفناهوش من سنين في الدوري المصري. فكرة ان يبقى فيه اكتر من فرقة بتنافس، حتى لو الناس عندها بعض اليقين ان سيراميكا ممكن ما يقدرش يكمل في منافسة لغاية الاخر، الزمالك اصلا مش مرشح للمنافسة، وان القصة هتكون محصورة بين بيراميدز والاهلي مع نهاية المشوار. ولكن احنا قربنا اصلا من نهاية المشوار. احنا بنتكلم ان كل فريق فاضل له 3 لقاءات، وسيراميكا فاضل له لقاءين في الدور الاول، والمرحلة النهائية هي كلها على بعض 6 ماتشات، الفرق كلها بتخبط في بعض. فوز فعلا كان مهم للزمالك ان هو يتحقق قبل المباراة المصيرية في الدور الاول قصاد بيراميدز. شوط اول نقدر نقول ان هو نصين، 22 دقيقة و23 دقيقة ملهمش علاقة ببعض. اول 22 دقيقة الزمالك متسيد، زد بيحترم الزمالك جدا، كابتن محمد شوقي موقف لعيبته دفاعيا وقفة كويسة جدا، قادر ان هو يخلي الزمالك خروجه بالكرة يكون بطيء ولكن بدون ما يقدر ياخدها بنسبة كبيرة جدا. فرص الزمالك اللي اتخلقت في الاول ما كانتش كتير، ولكن شفنا الكرة بتاعت عبد الله السعيد اللي علي لطفي طلعها كورنر لغاية الجون اللي جابه خوان بيتزيرا. لازم نقف عند الجون ده شوية. الجون ده بدايته ضغط حسام عبد المجيد اللي ساب مكانه عشان يطلع يعمل الضغط في المكان اللي المفروض يكون فيه محمد شحاتة في الحتة دي، ومحمد السيد كمل الضغط. الكرة راحت لعبد الله السعيد اللي بمنتهى الخبرة قدر يطلع الكرة مرة واحدة لناصر منسي، اللي النهارده كان بيمتعنا في صناعة اللعب. ناصر منسي الكور اللي صنعها النهارده كانت ممكن تؤدي إلى إن الزمالك يكسب سكور، ولكن بعض الرعونة، سوء الحظ في بعض الكرات، من هو شخصيا قرار خاطئ في الكرة اللي ارتدت من العارضة. ولكن شابوه ناصر منسي على التحركات، على الاسيستنج اللي بتعمله. وبيتزيرا اخيرا المكنه طلعت قماش. من اول اسبوع في الدوري يا راجل نفسنا ان انت تشوط في الجون، شوط كوره في الجون. الكوره النهارده سهله وبسيطه، اتعدلت لك على رجلك زي ما بتتعدل لك في كل ماتش، ولكن الحمد لله دعاء الملايين ربنا استجاب لي والكوره راحت في الجون. وهنقف عند علي لطفي. الجون الاول وحتى الجون الثاني بيرجعنا لذكرياته مع شيكابالا، ان هو علي لطفي حارس جيد ولكن عنده بعض النواقص في التسديد، خصوصا الار 2 لما بتتلعب من اي جنب من الجانبين تقديره ليها ما بيكونش سليم 100%. وكان مهم جدا ان لعيبه الزمالك تستغلها النهارده. ولكن كابتن معتمد جمال عمل حاجه ما كانش اي حد يتمناها، ان هو رجع لعيبه الزمالك تدافع ولعب 4-1 4-1 من بعد الجون لغايه نهايه الشوط. ومع الضغط ده شفنا الجنب الشمال اللي كل مرة بيبقى فيه المشكلة، سواء في الخروج بالكورة أو اللعب في ظهره. محمود بنتايج احنا فاهمين ان هو راجع من فترة ما كانش بيلعب فيها ايا كانت الاسباب، ولكن انت لعيب محترف، لعيب المفروض ان عندك خبرات، ما ينفعش ان ظهرك يبقى مكشوف بالمنظر ده. حسام عبد المجيد غطى وراه كذا مرة، هو نفسه عمل شكل الكرة اللي هي عمل فيها دبل كيك عشان يقطعها، بس هو انت اللي سايب مكانك اصلا، انت طالع فين رايح فين واقف فين انت، ولا منك في نص الملعب ولا مغطي على الوينج ولا اي موقف غير طبيعي بالنسبة لك. حسام عبد المجيد انا هتجنن، يعني انت هتجنني خلاص. واحد بتعمل في حاجات ال10 على 10 محدش يقدر يلومك، وبتضغط، بتتوقع، بتسيب مكانك عشان تانتسيبيت الباس وبتقطع الممرات التمرير، ولكن في نفس الوقت قرارات خاطئة والكرة معاك ما بتتغيرش. قطعت الشوط الاولاني الكوره ورحت مديها للعيب زد مره تانية لولا المهدي سليمان. الشوط التاني احنا خلاص الزمالك المفروض ان هو عايز يهدي رتم اللعب وهو كسبان، بتلعب كرة طولية ولا حاجة. طب ما تلعب على جنب من الجنبين، احنا منزلين الاخ اللي اسمه شيكو بنزا ده عشان ترميله، مفيش، الكرة ما بتوصلش. حسام عبد المجيد لو سمحت، لو سمحت بعد اذنك اتعلم تعمل باس صح، عشان ده هيحطك في كاتيجوري تاني في المدافعين. بس بالمنظر ده كل الشغل الكويس اللي انت تعمله كمدافع بيروح تماما. التشكيل بتاع الشوط الاولاني كان تشكيل الى حد ما منطقي. هنتحفظ شويه على احمد شريف
وان عدي الدباغ يكون احتياطي. بصراحه احنا كل مره بنشوف ان عدي الدباغ حتى ولو على المرمى ما بيكونش مؤثر قوي، ولكن هو دايما تكتيكيا منفذ بشكل كويس. احمد شريف انا ما حسيتوش هجوميا وما حسيتوش عارف يعمل السبورت على جانب الشمال دفاعيا، فكان خروجه شيء منطقي تماما. واللقطه بتاعت نزول فتوح المره دي كوينج شمال، اللقطه دي مهمه جدا، ان كابتن معتمد برضو ما بيعتمدش خطط ثابته ولا تغييرات ثابته، هو كل مباراه حسب احتياجاتها وحسب اداء الفريق بيستخدم الادوات بتاعته. فنزول فتوح وينج شمال، نزول محمد ابراهيم اللي بجد هو بعد نزوله مكان عمر جابر، اللي كلنا بنحب عمر جابر وكلنا مقتنعين ان عمر جابر لعيب بيلعب بقلب ولعيب راجل، ولكن كواليتي الكوره اللي بيقدمها محمد ابراهيم اعلى بكتير قوي من عمر جابر في الفتره الحاليه. محمد صغير، محمد ما عندوش خبرات، ما ينفعش نحرقه ونضغط عليه، ولكن انا شايف فرق كبير قوي حصل في الجانب اليمين دفاعيا وهجوميا بعد نزول محمد ابراهيم. حتى على جانب التغطيه العكسيه في نص الملعب، حتى مش على المدافعين، كان بيعملها بشكل كويس جدا. لعيب بيلعب بمنتهى الثقه، لعيب بيلعب بمنتهى الذكاء، كورته كويسه، عنده قلب، ما بيخافش، جرب يشوط وما خافش. انا شايف ان محمد ابراهيم ما ينفعش يكون احتياطي باي شكل من الاشكال الفتره دي. وفتوح كوينج شمال قدر ان هو يخلي الزمالك يرجع تاني للمباراه في الشوط الثاني، وكان شوط فعلا فيه سيطره مطلقه للزمالك، ولو انك لو هتبص للاستحواذ تلاقيه 50-50، بس الزمالك مستحوذ على الكرة فين وزاد مستحوذ على الكرة فين. زاد ما خلقش فرص تقريبا في الشوط الثاني لغايه الدقيقه 75 تقريبا. طول الوقت ده الزمالك هو اللي مستحوذ، الزمالك هو اللي ضاغط على زاد في المناطق بتاعته، بيشكل خطوره. بنتايج بدا يشتغل شويه مع فتوح. عبد الله السعيد لما لقى لعيب كوره جنبه قدر ان هو يلعب معاه بشكل كويس. وكالعاده ناصر منسي بينزل بين الخطوط. بيتزيرا منتج النهارده، منتج، ودي حاجه مهمه جدا. انا مش عايز الحنكشه والترقيص والحركات. الانتاج ان انت تعمل جون، تعمل اسيست، يبقى ليك محاوله على الجون حقيقيه، ده اقدر اقول ان انت مفيد للفريق. انما طبعا الروح والقلب والترقيص كل الكلام ده بيمتع جمهور الزمالك، ولكن اوقات بيكون غير مفيد. النهارده هو كان مفيد، وجات له فرصه في الشوط الثاني لو كانت يمينه بس شغاله، بس احنا مش هنطمع، يعني احنا مش هنطمع. هي شماله اللي كانت شغاله النهارده، وعمل الكوره لوب، خبطت في العارضه، ردت لناصر منسي اللي ممكن اتخض منها، هو كان طبيعي ان هو يزقها في الجون زي ما هي. بعد كده حصلت التغييره. احنا غالبا حسدنا كابتن معتمد ولا ايه، انا مش عارف والله. يعني هو كابتن معتمد احنا بنتكلم على تغييراتك ان هي دايما بتساعد الفريق وبتشد الفريق. نزلت عدي حلوه جميل، والراجل نزل وجاب كرة في العارضه اول ما نزل، واداني متنفس مختلف من ناحيه اليمين. انما ليه شيكو بنزا؟ بجد والله ليه شيكو بنزا؟ يعني اللعيب ده انا بالنسبه لي هو كان منزل صوره بوكسر كده، هو ينفع موديل بوكسرز، يعمل يبقى تشير ليدر، يشجع، يقف مع الجماهير. ده مش لعيب كوره، ده مش لعيب كوره. هو ولا لعيب كوره، ولا بيلعب بقلب، ولا عنده احساس بالمسؤوليه. ده لعيب جاي يهرج، وما ينفعش نشوفه في الملعب. انا العب ناقص وما اشوفش البني ادم ده في الملعب. يعني انا، يعني شيكو بنزا النهارده هو الحاجه الوحيده اللي نجح فيها كابتن معتمد، ان كل اللعيبه اللي كابتن معتمد بيستخدمها في التغييرات بتحقق حاجه، بتعمل اسيست او بتعمل او بتجيب جول. هو عمل اسيست لزيد النهارده بمنتهى الرعونه ومنتهى الرخامه اللي في الدنيا. بتتقطع منه الكوره وما بيعملش تراك باك ويرجع مع اللعيبه بتاعت خط النص. وحسام عبد المجيد بيبيع نفسه ويروح في ظهر بنتايج. محمد اسماعيل بيتلف بيه جوه ال 18 بسهوله. جون فيه كميه اخطاء كبيره، ولكن انا بحمل المسؤوليه الرئيسيه للاخ اللي لسه نازل وفريش ومش تعبان. بس هو مختل، هو دماغه يعني فيها مشكله كبيره، واحنا مش جايبين لعيبه عشان نعالجها يا جماعه، ولا جايبه عالجه ولا جايبه علمه كوره. ده راجل محترف، يا يبقى كويس ويفيدني يا شكرا، اتكل على الله. انما ده لعيب كارثي، ده بيلعب ضد الزمالك. النهارده الزمالك بيلعب زد وشيكو بنزا. ربنا كرم، وبرده كابتن معتمد عمل تغييره مهمه، نزول احمد ربيع عشان ينشط نص الملعب مكان عبد الله السعيد اللي شفناه وهو خارج متعصب. واظن من رد فعل حتى عبد الله بعد الجون بتاع الزمالك الثاني ان عبد الله مش طالع مستفز من التغييره قد ما هو مستفز من شيكو بنزا. يعني هو مشكلته ان هو عبد الله طلع ساعه الجون ما دخل، ومتهيألي ان هو اي انسان عاقل في مكانه ممكن يقتل شيكو بنزا في نص الملعب. نزل احمد ربيع، قدر يساعد محمد شحاته اللي عامل مباراه هايله على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجومي، على مستوى البول كارينج والخروج بالكوره. فعلا محمد شحاته كل مدى بيتطور كشخصيه وكبروفايل لعيب كوره.
ولما نزل احمد ربيع في الوقت ده كان اوريدي فتوح بقى في نص الملعب، فنص الملعب بقى فيه المجهود بتاع شحاته وبتاع ربيع وفي الكرة بتاعت فتوح. قدر ان هو الزمالك ما يتوترش ويرجع تاني يدخل المباراة، مع ان كان ممكن عادي جدا تعادل في الدقيقة 80 تقريبا خلاص القصة انتهت، وزاد حتى بعد التعادل كان لسه دايس. ولكن قدر الزمالك ان هو يخرج بالكرة تاني، وقدر ان هو يهدد مرمى زاد تاني. وشفنا الكرة الطولية الراسية المظبوطة من محمد اسماعيل اللي راحت للاخ شيكو بنزا، اللي هو اظن ان هو ما كانش يقصد ان هو يلعب الكرة لاحمد ربيع او ان هو يكون يلعب الكرة لعيب من الزمالك، ولكن احمد ربيع اخذ الكرة وكمل وعمل التراي بتاعه في الشوطة. راحت الكورة زي ما الكتاب بيقول، وزي ما يكون ان يعني ربنا بيطبطب على الجماهير الزملكاويه اللي كانت موجوده في الملعب. هو للامانه الزمالك بيلعب بطريقه ما فيهاش عدل. الزمالك دايما بيلعب زياده لعيب على كل فرق الدوري، وهنقول حتى لو هو بيلعب الاهلي. يمكن جمهور الاهلي لما بيبقى بيلعب الزمالك بيبقوا زي بعض والموضوع بيكون واحد، ولكن على مدار الدوري على مدار كل المباريات مفيش فريق جمهوره بيعمل اللي جمهور الزمالك بيعمله. فده دايما بيدي الزمالك زياده عدديه، وده اظن ان هو السبب في الجون. الكوره متشاطه بشكل حلو جدا من احمد ربيع، مهمه جدا ليه ان هي تديله بعض الثقه، لان هو لعيب غايب بقاله فتره وحتى رجوعه ما كانش في احسن مستوى. ولكن الحمد لله الكوره راحت بشكل كويس، الزمالك قدر يفوز بالمباراه. احب اشكر المهدي سليمان على المباراه النهارده. لقطات كتيره المهدي سليمان لو ما كانش موفق فيها سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني، خصوصا في كورتين لمحمود صابر، كان عادي جدا ان زاد يرجع المباراه. الزمالك كان مستباح الى حد ما دفاعيا، مش بدرجه كبيره، ولكن عدد الكرات الخطره اللي راح بيها زاد ما كانش قليل. بنتكلم في 3 او 4 كرات غير الهدف. ده رقم كبير، رقم كبير في مباراه زي دي على الزمالك. ولكن المشكله دايما في قلب الملعب لما بيحصل شويه سرحان الاخطاء دي بتحصل. ولكن مهم جدا يكون عندي حارس بخبره المهدي سليمان يكون موفق زي ما هو كان موفق النهارده. وهعيب عليه بس في الخروج في اكتر من عرضيه بشكل كان ممكن يعمل مشاكل، ولكن في الكرات الاساسيه اللي كان فيها خطوره على الزمالك هو فعلا كان سد منيع قصاد هجمات زاد. فاضل 3 ماتشات، 3 ماتشات في منتهى الصعوبه. اصعبهم على الورق اكيد بيراميدز، ولكن الاتحاد السكندري فايق. انبي فريق قدام الزمالك بيكون فريق صعب المراسة. الزمالك لازم يعدي ال3 ماتشات دول بثبات بأكبر عدد نقاط ممكنة عشان نوصل لمرحلة ال6 مباريات الأخيرة اللي كلها فرق جامدة هتخبط في بعض. حاليا انت ممكن جدولك غير جدول المنافسين، ولكن في ال6 مباريات الأخيرة الجدول واحد، نفس الفرق نفس القوة. فمهم جدا انك تطلع بأكبر عدد ممكن من النقاط من ال3 مباريات اللي جاية عشان تدخل المرحلة الأخيرة وعندك أمل في المنافسة الحقيقية. مبروك للزمالك، مبروك لجماهير الزمالك، مبروك للاعبين والجهاز الفني، واشوفكم تاني بعد ماتش بيراميدز.